الاسماء، لكن الشخصيه جزائريه والاصرار وبلايلي تعدي. ادي امامنا رياض، رياض يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على المتعه والروعه. كرة القدم تكافئ من يعطيها. الكرة بتحبك يا رياض واحنا بنحبك يا رياض. والهدف ايه؟ الهدف الثاني. رياض محرز، رياض محرز بقى. هو مرر في الاولى لبغداد وبغدادنا وقعدنا مبسوطين وسعداء، لكن لما رياض يسجل الوضع بيختلف. كرة رياض صحيح لمست في احد المدافعين، لكن رياض محرز يسجل هدفه رقم 14 في 54 لقاء، والنهارده برضه بغداد سجل هدفه رقم 14 في طبعا خلال 32 لقاء. بص الهدف شوف هنا بلايلي عايز هو اللي يعملها في البعيده بلايلي واتعملت له، لكن ما راحتش زي ما هو عايز. تيجي بقى لرياض ورياض يسدد والكره تغير. اعتقد رحمه بالعياده حسين للمنتخب الجزائري، محاوله من عدلان، تمويه لاسلام سليماني الى ممتازه. يا سلام، اول اهداف المباراه. محرز بالقدم اليسرى الساحره يتمكن من الوصول للشباك ويفك عقده المنتخب المالي بكره ممتازه في العمق. القائد والملهم، ها هي الكره ممتازه جدا بيسراه، يخادع الحارس، مرفوعه كما يجب. نغز الكره بلقطه وبلمسه واحده في الشباك، صعبه على الدفاع وعلى الحارس. هذا الساحر والمبدع والممتع محرز. رياض يفك العقده ويسجل اسلام. ملعوب الكره مباشره في العمق، ضرب الدفاع بكره واحده. سنشاهد كيف كانت من الاصل وكيف وصلت الى الشباك. اول اهداف المباراه محرز رياض. في بلايلي، اسماعيل بن ناصر، كرة خطيرة، اسماعيل بن ناصر، جول وجول وجول يا رياض، جول جول يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري، يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43. ضربة رائعة من يوسف بلايلي يلعبها مع اسماعيل بن ناصر صغيرنا، يمررها لكبيرنا رياض الذي ياتي وبيسرى يحطها في الجول. شوف اسماعيل ماذا فعل، راوغ ومرر، توقف ثم استلم، دخل فوزع. رياض بيسرى ضربة في ضيع حق تقريبا. نادي بايولي يلعب لنا واقف اليوم عادي. لما بونجاح راح، بونجاح اي ورياض استلم الكره من هنالك. رياض ضربة جزاء، ضربة جزاء وبطاقة حمراء من المفروض، او جول دخلت. هدف اول لاعب منذ انطلاقة الشوط الاول. هدف لصفر. سفير قايدر لاعب نادي بولونيا ايطاليا 24 سنة. المخالفة صعبة كثير لصالح المنتخب الجزائري في تنفيذها. رياض محرز، رياض يستعد، رياض جول عالمي هذا الجول يا رياض. جول 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 من اين لك كل هذا يا رياض؟ حطها في الزاوية التي يسكن فيها ابليس، في الزاوية التي لا تصد ولا ترد. رياض محرز يسجل هدف من اروع ما يكون. اقل ما يمكن ان يقال عنك انك رائع. الجزائر صار لديها من ينفذ الكرات الثابتة. رياض محرز او رياض بودبوز، فوزي غلامة وسفيان فغولي او ياسين ابراهيمي، الخيارات كبيرة لرياض. يسجل هدف ولا اروع، وكانه حطها بيده في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس من كرة ثابتة. هدف من اروع ما يكون، وكرة لا تصد ولا ترد ابدا، لا يمكن ان يصدها او يردها. متعة في مشاهدة اهداف مثل هذه وهي تسجل، متعة ونحن نشاهد رياض وهو يسجل مثل هكذا اهداف، لانها تساعده معنويا على خوض مباريات. الاهداف المسجلة في ترتيب الهدافين للمنتخب الجزائري. يا سلام،
محرز رياض يتمكن من الوصول إلى الشباك، يبصم ويصيب شباك منتخب جيبوتي. هو الآخر بمحاولة فردية عندما يريد يتمكن. إمكانية وفرصة كبيرة وقوة، قوة التوغل من القائد محرز. والهدف السابع للمنتخب الجزائري. سنشاهد كيف كان ذلك. تمريرة، استلم، راوغ، توغل وسدد بيسرى في الزاوية الصعبة والبعيدة حيث مسك من جانب رامي بالسبعيني لرياض. رياض محرز في اللقطة الماضية. جول 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 ثاني للمنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز. بمثل ما كنت أقول منذ بداية المباراة، تنظيم رائع جدا للمنتخب الجزائري، تنظيم مميز جدا في هذه المباراة. لا تعكس تماما الدقائق الماضية، كما سبق وأن قلت تماما قبل اللقطة بأن الرغم لعب المنتخب حاليا ب10 لاعبين إلا أن كرة ممتازة من اسماعيل بن ناصر القائم الثاني. رياض محرز وجول وجول وجول. جول رياض حطها في الجول. يا سلام يا رياض، استلمها راقبها وحطها في الجول. يا رياض جول الثاني للمنتخب الجزائري. يا سلام، يا له من رياض ويا له من استلام، يا له من مراوغة، يا له من تسديد وجول. قلنا لكم كنترول. لا يا بختك يا اي سي ميلانو، يا بختك يا اي سي ميلانو باسماعيل بن ناصر، يا بختك يا مان سيتي برياض محرز. استلمها المراقبة الكرة بالروعة وحطها على يسار الحارس. جول، بل على يمينه جول. رياض وبابا بولانا وبابا جول. عبث بهم رياض. يا سلام، هذا ولا اروع يا رياض. الكنترول رائع من المراوغة، والمراوغة رائعة على الكنترول، والتسديدة اروع من ذاك. المسافة سيد الحكم. رياض محرز يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. بابا جول. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه هي الجزائر التي تنتصر، هذه الجزائر التي تخسر ولا تنكسر، هذه الجزائر التي تنتفض أبنائها. هذا هو رياض اللي قلت عليه، ما يعرفش يلعب الكرة في أصعب الظروف. يكتب التاريخ عناصر المنتخب الجزائري، نعم يكتبون التاريخ عناصر المنتخب الجزائري.